هل أعلن السلطان سليمان ابن سليم وليًا للعهد في وجود الأمير مصطفى والأمير بايزيد؟ في الفيديو ده هتكون الإجابة على السؤال ده من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي، بس متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وكومنت وشير. وفقا لمسلسل حريم السلطان اللي اتوجد فيه إن السلطان سليمان القانوني قدم ابنه سليم الأول عشان يكون ولي عهده رغم وجود الأمير مصطفى والأمير بايزيد، لكن المؤرخين العثمانيين أثبتوا عكس ذلك، وإن السلطان سليمان القانوني لم يقم بتعيين سليم وليًا لعهده. وعندما كان الأمير مصطفى حيًا السلطان سليمان القانوني مكانش بيفضل أبدًا إن سليم الثاني هو اللي يتولى عرش الدولة العثمانية من بعده، بل على العكس السلطان سليمان القانوني والجيش الإنكشاري كانوا بيروا إن الأمير مصطفى هو الأقدر بالصعود على عرش الدولة العثمانية، وده طبعا قبل أن يقع نتيجة المكيدة اللي دبرتها السلطانة هرم ورستم باشا ويقوم بإصدار أمر بإعدام ابنه الأمير مصطفى، لأن طبعا كان في اعتقاد السلطان سليمان القانوني إن الأمير مصطفى تم بينه وبين شاه الصفويين تعاون على إسقاط والده سليمان القانوني من عرش الدولة العثمانية. الكلام ده طبعا كان غير صحيح، وفي فيديو موجود على القناة تقدروا تشوفوه اتكلمنا فيه عن كل الكلام ده بالتفصيل. استنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم.